السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه. كده النهارده على الحما مرات الابن مش عايزه تخدم حماتها، مش عايزاها تعمل لها حاجه خالص. تطلع على شقة، تخش وتطلع، ما تكلمش حماتها، ما تعملهاش حاجه، وتقول لك انا مش ملزومه ان انا اخدم حماتي، بناتها يخدموها. طب افرضي يا بنت الحلال ملهاش بنات، او افرضي لها بناتها ومتجوزين غرب، وطبعا كل واحده مسؤوله عن جوزها وحماتها برضو. ده بنات الاصول بيعرفوا ازاي يخدموا حماتهم، يخدموا اهل جوزهم عشان يعيشوا. هي مش وحاشة والله منه، اللي تخدم حماتها مش وحاشة، ده شطارة لها. مش عشان مصيرها ولادها هيعملوا معاها كده. يا مرات الابن، خلي بالك من حماتك، راعيها. مصير ولادك هيعملوا فيكي زي ما انت بتعملي في حماتك. لو عملت كويس هتلاقي كويس من ولادك، لقيت عملت وحش هيتعمل فيكي برضك من ولادك وحش. فالمفروض تخلي بالك قوي من حماتك. ده دعوة الحما في السماء، وربنا بيستجاب دعوتها على فكرة. مسيرك يا مرة الابن تبقى ايه؟ حما. فاعملي كويس عشان تلاقيه في اخرتك. وكل واحدة يا جماعة توعي بنتها، هي داخلة على الحياة، داخلة على جواز، توعي بنتها. خلي بالك من اهل جوزك، خلي بالك من حماتك وحماكي، خليكي معاهم، اكسبوا رضاهم قبل جوزك. تكسبي رضا حماتك وحماكي قبل جوزك، عشان هما دمة الخير والبركة في بيت. صدقوني يا جماعة والله، هما دمة الخير والبركة في البيت. هما بيروحوا، والله والله بتلاقي الخير كله يروح من البيت. وده حاجات فعلا انا شفتها وعشتها. فيا جماعة خلي بالكم من حماكم، راعيهم. والله يا جماعة ما حد عايز حاجة من الدنيا، ده الحما مش عايزة حاجة الا الكلمة كويسة. هي مش عايزة حاجة منكم. راعي حماتك، عشان حماتك اما قدر الله لو حصل لها حاجة تبقى راضية عنك. عشان لو قدر الله برضك، وبقولها لتاني مرة، لو جرالها حاجة وميتة وغضبانة عنكي، صدقيني مش هتلاقي الخير، وهتلاقي حياتك كلها وحش، واولهم جوزك. معلش يا جماعه، انا بقى الكلام اللي طالع من قلبي بقوله. انا ما بحبش ازوق الكلام زي ما اي حد بيزوقه، لان حاساه طلعته وقلته. السلام عليكم. باي.